هذا مو خيط، هاي اللهانة اللي ثرمتوها شلون طب بالإبرة من قد مو خفيفة. شوفوا شفتوا ما شاء الله، شفتوا ما شاء الله شلون تدخل بكل سهولة. طبعا شوفوا هي عشان احنا نسويها شعر، احنا نسميها شعر بنات يعني. شوفوا ما شاء الله من قد الرقة مالتها، يعني من قد السمك مالتها نسميه شعر بنات مثل الشعر. وعود عايش يسموه بشعر بنات، خو يسووا شعر ولد بس مدري ليش. بس شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. بسم الله. احد الاصدقاء قال لي شنو اكثر سمك او اقل سمك عفوا ممكن توصل باللهانة. عندنا طريقتين للثرم، الطريقة العادية السحب او الدفع. كل انسان له طريقة او يفضل شيء، هذه الدفع وهذه الطريقة. شوفوا اللهانة تطلع عبارة عن شعر واضح، احنا نسميه شعر بنات يعني. شوفوا سمك اللهانة ممكن تشوف الشخص من خلاله يعني، هيك عبارة عن ورقي. ممكن كذلك بالسحب عفوا هذه الطريقة هم. شوفوا لي ما شاء الله. هذا يدخل بالإبرة، هذا يدخل بالإبرة يعني ممكن ندخلها بالإبرة مال الخياط من دقة الثرو ما شاء الله. شوفوا بسم الله. ترى الدق حيل حيل بسيط شغله، اللي يريد يتعلم يعني، لأنه مو صعب مثل ما تتخيلون. يحتاج شوية عقل تركيز مو أكثر. ليش؟ لأن احنا نركز دائما الشغل مالتنا بالثرو نركز أكثر شيء على الإحساس يعني مو الشوف. شلون؟ يعني حركة الإيد هي راح تكون منتظمة حسيا مع حركة الدق مو بالشوف. وبكل بساطة احنا ندق بالظلمة يعني عادي، تنطفي كهرباء أو ما تنطفي يعني الدق مستمر الحمد لله. ووتيرة يعني نفس الوتيرة بوجود الكهرباء. حتى اللي اشتغلوا معاي طبعا اكو ثلاثة كانوا يشتغلوا معاي، عثمان وفهد ومحمد ما شاء الله يعني. طفي عليهم الكهرباء وخليهم بغرفة يدقون كلش طبيعي، يدقون دق منتظم وخرافي. ومرة صراحة ما يحتاج عقل يعني حتى تتعلم الدق، لأنه عندنا محمد عبد بدون عقل، هو قامس عقله بس تعلم الدق ما شاء الله. وهسه نص أسطى، باقي له نص ويصير أسطى مع المقبلات يعني. أما فهد وعثمان لا ما شاء الله ذوكم